صباح الفل يا شباب، عاملين ايه؟ وحشين كتير جدا جدا جدا. النهارده ان شاء الله معانا موضوع مهم ويهم اي شخص لسه ما حصلش على الموضوع ده. والموضوع ده ناس كتير لما كنت بفتح اي لايف يبعتوا لي تعليقات، يكتبوا لي احنا عايزين نتكلم في الموضوع ده ونعمل فيه ايه، وبرضه اتبعتت لي كنوع من الاسئله على اليوتيوب والفيسبوك والانستجرام. طيب ايه هو بقى الموضوع بتاع النهارده؟ موضوع النهارده عن الرخصه الايطاليه. حابب اوضح لكم كام نقطه في البدايه. الفيديو ده هيكون على اجزاء وكل جزء فيهم هيكون مهم، فلو انت مهتم ولسه ما خدتش الرخصه الايطاليه يا ريت تتابع الاجزاء من بدايتهم لنهايتهم. وطبعا ما تنساش تشترك في القناه زي ما تستفاد بالمعلومه، يا ريت تفيدنا بوجودك معانا. دي نقطه. النقطه الثانيه، انا مش بعلم رخصه ومش بدرس الرخصه ولا الكلام ده، لا. انا هقول لك شويه خطوات هتسهل عليك الامور، لانك انت ممكن ما تبقاش عارف شويه الخطوات دي. فانا هقول لك شويه خطوات عن تجربه تسهل عليك الامور، ويعني تبسطها لك كده حتى للناس اللي مش معاها اللغه الايطاليه كويسه. اول حاجه بقى حبيب قلبي عايز اقولها لك، وهي ان انت لو مش قوي في اللغه الايطاليه واللغه الايطاليه معاك يعني ضعيفه او اي كلام، فالرخصه الكلمات اللي فيها مختلفه شويه عن الكلمات اللي احنا بنستخدمها في الحياه العامه. فحتى لو انت مش معاك اللغه الايطاليه، لو ذاكرت الرخصه فانت تقدر تقدم على الامتحان بتاعها عادي جدا حتى لو انت مش معاك اللغه. نقطه تانيه، الرخصه بتاخد قد ايه؟ الرخصه دي بتاخد على حسب دماغك انت، فانت ممكن تاخدها في سنتين 3 4، وممكن تاخدها على طول. بس اقل حاجه يعني 6 شهور 7 شهور تقعد تذاكر في الرخصه دي بجد وتدي حقها. وخلي بالك يا حبيب قلبي ان الرخصه دي بتتنسي، عامله زي السبيرتو كده. فاللي هو لو انت مثلا النهارده مثلا ذاكرت جزء وبكره وبعده ما ذاكرتش، فعلى ما ترجع اليوم الثالث ولا الرابع فهتلاقيها اتبخرت من دماغك، وده مش في مصلحتك خالص لانك هترجع تعيد من الاول تاني. حاجه كمان، انت لو عايز تاخد فعلا الرخصه بجد هي تاخد معاك في حدود 6 شهور مذاكره شديده عن جد يعني، وتذاكرها كل يوم الوقت اللي انت فاضي فيه، بعد شغلك بقى قبل شغلك، يعني على حسب وقتك انت. تذاكر رخصه على طول. ومثلا لو النهارده مثلا خلصت الباب الاولاني وبكره هتبتدي في الباب الثاني، فانت مثلا بعد ما تخلص الباب الثاني وتيجي تحل عليه امتحانات، فانت لازم تحل امتحانات على الباب الاولاني برضو، مش تقول انا خلصته وهذاكر الباب اللي بعده، لا. انت مثلا خلصت الاولاني وخلصت الثاني وبتحل امتحانات على الباب الثاني، فانت برضو لازم تحل امتحانات على الباب الاولاني، وهكذا. يعني مثلا الباب العاشر هتحل مثلا امتحانات على الاول والثاني والثالث لحد العاشر، فانت لازم تراجع من البدايه لحد اخر لحظه تحل امتحانات لحد اخر جزء وقفت عنده. الموضوع ده هيساعدك كتير جدا ويسهل عليك الامور، لان زي ما قلت لك الرخصه بتتبخر.